العاشرة تماما بتوقيت أسمرة. إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بالعناوين. إصابة 25 مواطن بفيروس كورونا اليوم. وزارة الثروة البحرية تقدم مساعدات مالية للمرأة. ارتفاع الوعي الصحي في قلعلو. روسيا ترسل مئات الجنود إلى جمهورية أفريقيا الوسطى. حاملة الطائرات الصينية تبحر في مضيق تايوان بطريقها إلى البحر الجنوبي. وثوران بركان كيلويا وتصاعد الأدخنة والنيران من فوهته. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 22 من ديسمبر في مراكز العزل وأقسام استقبال المرضى في أقليمي الجنوبي والأوسط أظهرت إصابة 25 مواطن بفيروس كورونا. وظهرت إصابات فيروس كورونا في 12 مريض في مركز العزل في إنداغرغيس، وواحدة في مركز العزل في مايمنيه، وواحد في مركز العزل في دقمحرة في الإقليم الجنوبي، و11 مصابا في أقسام استقبال المرضى في المؤسسات الصحية في أسمرة في الإقليم الأوسط. في غضون ذلك شفي مصابان بفيروس كورونا بعد تلقيهما الرعاية الصحية في مستشفيات الإقليم الأوسط. وتوفي مواطن مصاب بفيروس كورونا يبلغ من العمر 50 عاما كان يتلقى الرعاية الصحية في مستشفى مدينة دقمحرة في الإقليم الجنوبي. وبهذا بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حتى اليوم 832 إصابة، شفي منها 599 وتوفي واحد، ولا يزال 232 مريض كورونا يتلقى الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 22 من ديسمبر 2020. قدمت وزارة الثروة البحرية دعما ماليا للنساء التي تلقين دورات تدريبية في صناعة وصيانة شبكات الصيد وأدوات صيد الأسماك، وكن يعملن في الصيد وتوقفن عن العمل بسبب إجراءات مكافحة وباء فيروس كورونا. وحصلت على الدعم المالي 46 امرأة كن ينشطن بالانضواء في جمعية في حرقيقو ومصوع. وقال ممثل وزارة الثروة البحرية في أقليم شمال البحر الأحمر الشاب تكو كيداني في مناسبة تقديم الدعم إن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات الدولية لتمكين المرأة للاستفادة من الثروات البحرية والاعتماد على أنفسهن، وأن هذا الدعم يأتي في هذا الإطار. وذكر أن الدعم الذي بدأ بمدينة مصوع سيشمل 100 امرأة تنشط في شواطئ إقليمي شمال البحر الأحمر وجنوب البحر الأحمر. وشكرت النسوة الدعم والمتابعة المستمرة من وزارة الثروة البحرية منذ التدريب، مؤكدات بذل الجهد للاستفادة الجيد من الفرص المتاحة. أفاد مسؤول المؤسسات الصحية في مديرية قلعلو الممرض محمد عثمان أن ارتفاع الوعي الصحي أدى لزيادة استخدام السكان للمؤسسات الصحية. وأوضح تشييد المؤسسات الصحية في كل الضواحي المديرية نتيجة الاستثمار الكبير في المجال الصحي في سنوات الاستقلال، والذي مكن من حصول المواطنين على الخدمات الصحية عن قرب وارتفاع الوعي الصحي. وأشار إلى الاهتمام الكبير لرعاية الأمومة والطفولة، وأن ارتفاع الولادة في المؤسسات الصحية نتاج أنشطة التوعية المقدمة، حيث ارتفعت الولادة في المؤسسات الصحية بنسبة 10% مقارنة مع العام السابق، ومساهمة غرف انتظار الحوامل لسلامة الأمهات والأطفال. وأهاب للاهتمام بضيق المؤسسات الصحية الناتجة عن ارتفاع المستخدمين. ويوجد في مديرية قلعلو مركزين صحيين و3 عيادات ونقطة صحية واحدة. أعلن المكتب البيطري في مديرية دباروا تطعيم أكثر من 60,000 من المواشي والكلاب.
وأوضح الطبيب البيطري السيد عند برهان جبريوسوس إن التطعيم الذي استمر ل15 يوما شمل مختلف الأمراض الحيوانية. وهدف التطعيم ضمان صحة المواشي والحد من الأمراض المتنقلة من الحيوان إلى الإنسان، مشيدا بالمشاركة القوية من أصحاب المواشي. ويوجد في مديرية دبارو أكثر من 80,000 من الأبقار والأغنام والماعز والدواب. تخرجت يوم 17 من ديسمبر 16 امرأة محتاجة من دورة تدريبية في الغزل استمرت 6 أشهر في مدينة مندفرة. وأوضحت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في الإقليم الجنوبي السيدة سنايت أفورقي أن الدورة التي نظمت في مركز التدريب التابع للاتحاد الوطني للمرأة هدفت فتح فرص العمل لهؤلاء النسوة باكتسابهن المهن التي يرتزقن منها. من جانبها ذكرت مسؤولة الإدارة والمالية في المكتب المركزي للاتحاد الوطني للمرأة السيدة زايد مسفن أن التدريب مواصلة للبرامج التي تنتظم البلاد لرفع قدرات المرأة المهنية. وقد تم تدريب عدد كبير من المرأة في الأشغال اليدوية. وأشارت المشاركات في الدورة التدريبية أن الفرصة التي أتاحها لهن الاتحاد الوطني للمرأة مكنتهن من اكتساب مهنة لتحسين حياتهن المعيشية. هذا ونظمت في الإقليم الجنوبي في السنوات الماضية دورات تدريبية عديدة للمرأة نظمها الاتحاد الوطني للمرأة في صناعة الفخاريات والغزل والأشغال اليدوية الأخرى. استشهد في 20 من ديسمبر المناضل سفير إريتريا في اليمن سابقا محمد شيخ عبد الجليل عن عمر 74 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل السفير محمد شيخ عبد الجليل بجبهة التحرير الإريترية عام 1967 وخدم قبل الاستقلال في مكاتب العلاقات الخارجية للجبهة في مختلف الدول. وانضم عام 1992 إلى الحكومة الإريترية المؤقتة وعمل في وزارات الدفاع والتعليم والشؤون الخارجية بمختلف مستويات المسؤولية بتفان وإخلاص. وعمل المناضل محمد شيخ عبد الجليل أثناء خدمته في وزارة الشؤون الخارجية منذ عام 1999 السكرتير الثاني في سفارة إريتريا في الإمارات العربية المتحدة، والسكرتير الأول في سفارة إريتريا في مصر، والسكرتير الأول في سفارة إريتريا في قطر من عام 2014 وحتى يوم استشهاده سفيرا لإريتريا في جمهورية اليمن. والشهيد المناضل السفير محمد شيخ عبد الجليل رب أسرة وأب ل4 أبناء. وقد وري جثمانه الثرى عصر اليوم الثلاثاء 22 من ديسمبر في مقبرة الشهداء بأسمرة. وتعرب وزارة الشؤون الخارجية عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل السفير محمد شيخ عبد الجليل، وتقدم تعازيها الحارة لأسرته وزملاء العمل ورفاقه المناضلين. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. أعلنت روسيا إرسالها قوات عسكرية إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، جاء ذلك نقلا عن قناة الشرق الأخبارية. وذكرت السلطات في جمهورية أفريقيا الوسطى أن روسيا أرسلت مئات الجنود إلى أراضيها. وتشهد الجمهورية التي تقع في نطاق الساحل والصحراء اضطرابات عرقية وحرب أهلية منذ سنوات. وفي وقت سابق طالب تحالف المعارضة الرئيسي في جمهورية أفريقيا الوسطى بتأجيل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 27 من ديسمبر بسبب أعمال عنف من جانب الجماعات المسلحة خارج العاصمة بانجي، بينما أصرت الحكومة على المضي قدما في إجراءاتها. واتهمت السلطات الرئيس السابق فرانسوا بوزيز بالتخطيط للانقلاب بعد رفض ترشحه، بينما فرقت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة جماعات متمردة مسلحة تحتل الطرق والبلدات القريبة من بانجي.
وذكر مصدر أمني واثنان من المنظمات الإنسانية أن القتال مستمر في عدة بلدات من بينها مابايكي الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر من بانجي. قالت البحرية الصينية إن مجموعة حاملة طائرات بقيادة الحامل الأحدث في الصين شاندونغ أبحرت في مضيق تايوان في طريقها إلى تدريبات عسكرية ببحر الصين الجنوبي. وقالت تايوان إنها أرسلت طائرات وسفن لمراقبة المضيق، وليست هذه المرة الأولى التي تبحر فيها حاملة طائرات صينية بالقرب من تايوان، لكنها تأتي في وقت يتصاعد فيه التوتر بين تايبيه وبكين التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها. وتشكو تايبيه من النشاط العسكري الصيني الدائم بما في ذلك تحليق طائرات السلاح الجوي الصيني بانتظام بالقرب من الجزيرة. وتقول بكين إن مثل هذه التدريبات تهدف إلى حماية سيادتها. وذكرت وزارة الدفاع التايوانية أنها أرسلت 6 سفن حربية و8 طائرات للحراسة ومراقبة تحركات السفن الصينية. أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية نقلا عن مرصد بركان هاواي بأن بركان كيلويا اندلع في جزيرة هاواي الكبيرة. وظهرت لقطات فيديو اندلاع الدخان والنيران من فوهة البركان، حيث شوهدت أبخرة من الدخان الأسود تتصاعد من فوهة البركان ملونة بظلال برتقالية وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك. بركان كيلويا النشط شهد سلسلة من الانفجارات المتفجرة في 2018، لكنه ظل صامتا منذ ذلك الحين حتى وقت سابق من هذا الشهر عندما بدأت تظهر عليه علامات النشاط. وتصاعد الموقف بسرعة وتم تعيين رمز الألوان الأحمر للثوران، وهو على مستوى استشاري ممكن للطيران، بينما تم تغيير مستوى التنبيه إلى تحذير. وكان قد وقع انفجار بركاني في بركان كيلويا في جزيرة هاواي الكبيرة عام 2018، وهو واحد من 5 براكين في جزيرة هاواي الكبيرة، وهو أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم وفقا لوكالة الفضاء الأوروبية. تابع علماء الفلك ومهتمون في جميع أنحاء الكرة الأرضية ليلة الاثنين 21 من ديسمبر 2020 ظاهرة الاقتران العظيم بين أكبر كوكبين في المجموعة الشمسية، المشتري وزحل. ويحدث الاقتران العظيم حيث يتقاطع مساران الكوكبين اللذين يبعدان عن بعضهما بمئات الملايين من الكيلومترات، ويصبحان قريبين من بعضهما البعض لدرجة أنهما يظهران في السماء كما لو أنهما يتلامسان. وقد بدأ الاقتراب بين الكوكبين فعلا منذ بضعة أشهر، لكنه بلغ ذروته ليلة الاثنين. ويصادف الاقتران ليلة الانقلاب الشتوية التي تعتبر أطول ليلة في نصف الكرة الأرضية الشمالي. وحدثت هذه الظاهرة الفلكية غير الاعتيادية آخر مرة سنة 1623. كما لن يشهد العالم حدثا مشابها بهذه الدرجة من التقارب بين الكوكبين قبل 15 من مارس 2080، وسيستمر المشهد بضع عشرات الدقائق. ختام النشرة، إلى اللقاء.